مصر عمرها ما باعت القضية، بس في اللي باع نفسه. يا ترى لما بتسمع أي خبر بتشوف الحقيقة، ولا أنت بتسمع الصوت العالي اللي جايلك من بره بس، اللي بيقولك الحق دي مصر باعت القضية، الحق دي مصر خاينة؟ تابع معايا الحلقة دي عشان هتعرف فيها مين اللي خاين ومين اللي أمين. الحقيقة إن مصر عمرها ما قفلت بابها قدام حد محتاج، لكن في ناس هي اللي باعت نفسها وبقت بتقبض عشان تهاجم مصر. واوعى تنسى إن حماس هي اللي فتحت السجون في وقت الانفلات الأمني في 2011. اوعى تنسى مين اللي فجر المساجد والكنايس ومين اللي قتل ولادنا في رمضان وقت الفطار. ما تجيش بعد كده وتقول لي مصر ثابت او مصر اتخلت او مصر خاينه. معظم التقارير الامنيه يا صديقي بتقول ان حماس من رحم اسرائيل، بتتحرك باوامر زيها زي العرايس الماريونات على المسرح. ومع كل ده مصر اول دوله فتحت بابها والمعبر لأهلنا في غزة، وأول دولة دخلت المساعدات، وأول دولة بدأت تتفاوض باسم الشعب الفلسطيني مش باسم حماس. وبعد كل ده صديقي تلاقي عيل لسه شنبه ما خطش في وشه، أو بنت شايفة نفسها بطلة وطنية، أو يروحوا على السفارة المصرية ويقفلوا بابها بالقفل، والتانية تروح تعمل معرفش ايه ويشتم الرئيس ويشتم الدولة ويشتم الناس كلها، ويقولك ان مصر باعت. سفارات مصر اراضي مصرية، واللي بيهاجمها بيخدم على الكيان، واللي بيكتب ضد مصر وبيقبض مكشوف. عايز اقولك معلومة مهمة جدا، ان مصر ياما حرقت كروت وبتحرق كل يوم، من اول رفع شعار امن مصر القومي خط احمر. احنا عمرنا ما كنا ضد اهلنا في غزة، احنا ضد اللي باع وقبض وخان، ضد اللي بيهاجم بلده عشان يخدم على عدوه. تسلسل الهجوم اللي بيحصل على مصر في موضوع غزة مش صدفة، ده شغل لجان مأجورة وقبيضة قاعدين قدام الشاشات، شغلهم الوسواس والهدم. والغريبة ان النبر اللي شغالة اليومين دول افتحوا المعبر افتحوا المعبر. السؤال المهم هنا، هو انت بتطالب بفتح المعبر ليه؟ هل عشان ادخال المساعدات، ولا عشان جر مصر الحرب والفلسطينيين يخشوا ويتوطنوا في سينا ويحصل القصة إياها؟ في النهاية صديقي وأصل الحدوتة، مصر لو كانت عايزة تقفل معبر رفح كانت قفلته من زمان، من يوم 7 أكتوبر أو قبلها كمان. مصر لو عايزة تبيع القضية هتبيع القضية، ومفيش حد هيلومها، والناس هتموت، وهيلعبوا على الحتة دي طبعا. لكن الناس تموت ده مش أمننا القومي. احنا بنساعد، احنا بنتفاوض لأجل الإنسانية، لكن هم بيقبضوا من أجل الخيانة. أشوفكم على خير.